السلام عليكم. يعني حسما للجدال بتاع نزرع نخيل امتى. الحقيقة بعد تجارب يعني فيها حاجات كويسة وحاجات مش كويسة، أقدر أقول لحضرتك وبضمير مستريح يعني إنه أفضل ميعاد لزراعة فسائل النخيل. وأنا بتكلم على الفسائل، مش بين التلجورة ولا النخل الكبير، بتكلم على الفسائل اللي هي مخلوعة النهاردة من تحت الأم يعني. فدي نزرعها إمتى؟ نزرعها بداية من 15/2 20/2 25/2 على حسب موجة البرد اللي موجودة ما تخلص. وممكن نستنى ل1/3، لكن نقدر نبدأ من 15/2 في بعض المناطق وبعض السنوات على حسب موجة البرد خلصت امتى. طيب نزرع نخل لغاية امتى؟ يعني بعد شوية تجارب كويسين كده نقدر نقول إن إحنا نزرع لغاية آخر شهر 5 أو بداية شهر 6، يعني نقول مثلا 10/6 15/6 بحد أقصى ونوقف زراعه. حد كنت بقول له الكلمتين دول من يومين، فقال لي يا دكتور سهى انا ما لحقتش ازرع السنه دي ولسه عندي عدد كبير. قلت له جملتي اللي بقت مشهوره يعني شويه دلوقتي: اللي ما تلحقش تزرعه السنه دي في الميعاد المناسب ازرعه السنه اللي جايه برضه في الميعاد المناسب. انما مش علشان حضرتك محتاج مثلا تزرع 3000 فسيله محتاج تزرع 4000 فسيله فتضحي بعدد من الفسائل يتزرع في ميعاد مش مناسب، وبالتالي حضرتك بتخسر كم كبير من الفسائل اللي بتتزرع في ميعاد بعد ميعاد زراعتها او قبله. طيب عروة شهر 9 و10 أنا لا أحبذها بالمرة، ولا حضرتك تنزل الفسائل في الأرض ولا تعمل حتى بيها مشتل. حضرتك عندك اعتبر من 1/3 إلى 1/6، ممكن نبدر عن كده 10 أيام ونأخر عن كده 10 أيام بحد أقصى، يعني من أول 15 أو 20/2 لغاية 10 أو 15/6. ليس قبل هذا الميعاد او بعده نقدر نزرع فسائل النخيل وناخد نسب نجاح ان شاء الله محترمه جدا. غير كده يبقى حضرتك بتعرض نفسك وبتعرض فسايلك لانه تخسر منها ويبقى نسبه الفاقد منها كتير. انا شفت مزارع نسبه الفاقد فيها بتوصل 60 و70%. اهم حاجه في زراعه الفسائل: رقم 1 الميعاد المناسب، رقم 2 اختيار الفسيلة المناسبة. بمعنى أنا ما أخدش فسيلة من عمرها صغير، ما أخدش فسيلة زي ما بيسموها كده فسيلة لسه خضراء أو فسيلة طرية. أنا أحاول قدر الإمكان إن الفسيلة اللي أخدها تكون أولا عمر الأم نفسه كبير، ما يعني تكون طرحت 3 أو 4 سنين عشان أبدأ أخد منها الفسائل. عمر الفسيلة نفسه تحت الأم ما يقلش عن 3 أو 4 أو 5 سنوات كمان يفضل. تالت حاجة وهي من أهم الحاجات: مكان فصل الفسيلة عن الأم يكون عن طريقة حد بيعرف يفصل الفسائل كويس من تحت الأم. لأنه الحقيقة احيانا الواحد بيشوف يعني فسائل مفصوله من الام بشكل يخلي نسب النجاح ما توصلش حتى 30 و40%. يبقى اهم حاجه حضرتك ركز على الميعاد، خليك تقريبا من 20/2 ل 10/6. رقم 2 اختار الفسيله اللي عمرها وعمر أمها مش قليل. رقم 3 مكان الفصل بين الأم والفسيلة يكون أصغر ما يكون ويكون مناسب، ما يقربش من جمرة الفسيلة، وما يبقاش فيها أي خبطة، ما يبقاش فيها سوسة، ما يبقاش فيها أي إصابة أو أي حاجة وأنا منزلها عند الأرض. بقية المعاملات الحقيقة اللي أنا بقوله ده يمثل 80 ل 90% من نجاح الفسيلة. ال10 15 20% الباقيين حضرتك عملتهم او اهملتهم مش هتضر كتير، لكن زرعت في ميعاد مش مناسب، اشتريت فسيله مش كويسه، اشتريت فسيله مكان فصلها مش مظبوط، يبقى حضرتك بتعرض نفسك زي ما قلت لخسائر بسبب انه نسبه الفقد تبقى عندنا كبيره. ربنا يعوض على الناس اللي زرعت ونسب نجاحهم مش كويسه، وربنا يبارك لبقيه الناس ويبارك لنا جميعا في زرعنا ان شاء الله. شكرا جزيلا.